السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل حبايبي وعيلتي الصغيرة اللي بتتابعني، وكل حد جديد على قناتي يشرفني وجودك بينا. أتمنى لو انت جديدة معانا في القناة تعملي اشتراك، شرفني متابعتك ليا. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل ايه. بصوا النهاردة بقى، يلا كده قومي نشيطة. هتقعدي ليه؟ هما اللي قعدوا خدوا ايه؟ اللي قعدوا ما خدوش يعني أي حاجة خالص. يلا قومي نشيطة بقى كده، شوفي اللي وراكي، افتحي شبابيكك، دخلي الشمس. بصي خدي مني طاقه كده، يعني انا اخد منك طاقه في الكومنتات الحلوه بتاعتكم. وانتي تاخدي مني طاقه. النهارده بقى بصوا قلت ايه، يلا بقى هنعمل ملوخيه. كان عندنا شويه شوربه من امبارح، ما انتي لازم بقى تقضيها. يعني يوم مثلا عندك شويه شوربه، كنت عامله محشي ولحمه من امبارح، يلا استفيدي بشويه الشوربه، نعمل شويه ملوخيه حلوين. واحنا المصريين بنموت في الملوخيه والباميه والحاجات دي اللي هي التحابيش دي، يعني بنموت فيها. ما هو الدنيا بقى مش هتمشي، يعني مش هتمشي كله مثلا. كله حلو والله العظيم، وكله حلو يعني كل نعمة ربنا حلوة وفضل ونعمة. يعني بصراحة، يعني احنا مصريين، يعني عندنا كل حاجة الحمد لله، ونعمة وفضل من ربنا. ونفضل نشكر ربنا ونحمده يعني على كل الحاجات وكل النعم اللي هو مديهالنا ده لغاية طول ما احنا عايشين. هنا بقى ايه، زي ما قلت لكم فكرت ان انا اعمل لهم شوية ملوخية على الشوربه بتاعت امبارح. والله في ناس معصلجه على الملوخيه، وناس قالت لي بقى شويه محشي من امبارح من امبارح عشان اكلهم النهارده. ماليش دعوه، انا هعمل ملوخيه واللي يمشي نفسه بقى زي ما هو عايز يمشي نفسه. ومعاها شويه بتنجان مقلي كده. بصوا انا يعني هجري ريقكم، هفتح نفسكم. معاها شويه بتنجان مقلي، يعني قرنين 3 شطه بقى حامين كده، يخلوا الدنيا في مكان تاني خالص. مع عيش، يعني عيش اللي هو البلدي بتاعنا ده. بصوا انا عندي طريقه كده في الملوخيه، انا ما بفكهاش خالص، انا بقطفها وهي مربوطه زي ما هي كده. بصوا ما عنديش اي مشكله خالص، وانا ليه افك بقى واتعب نفسي؟ وبعدين بقطفها وبعدين اغسلها. انا مش بغسلها الاول، مامتي لا، يعني عندها فكره كده في الملوخيه، تقول لك لا انا لازم اغسلها بعيدانها. يا ماما ايه الفكره؟ يعني ايه انا لازم اغسلها بعيدانها ليه؟ طب ما هو عيدانها دي يعني هتخلي لي الميه بتاعتها يعني مش هقول لكم قروبه. فانا ممكن اخد الورق واغسله بقى على نظافه. هي مصممه على كده لان اغسلها بعدنا. بس انا ما بعملش كده، يعني انا زي ما انتم شايفين بشوفها بس سيبها مربوطه كده، وابدا اقطفها واغسل بقى الورق. يعني انا مش محتاجه العيدان في حاجه. جربي كده تقطفي الملوخيه يعني ما تاخديش بقى عود عود زي ما انا عملت في الفيديو كده. ما تاخديش عود عود، يعني احنا ما فيناش مراره لكده. قطفيها زي ما هي مربوطه كده. جبت بقى ايه، انا بعمل حاجات بدائيه يا جماعه. انا بعمل حاجات بدائيه جدا. انا بجيب قماشه وافرشها وانشر عليها الملوخيه. وفي ناس كتير بتعمل زيي، وانشر عليها الملوخيه كده جوه مش بره، يعني جوه البيت تنشف بس كده. وبصراحة يعني انا عملتها معاكم متخرطة قبل كده بالمخرطة والشغل العظيم ده. بس انا النهاردة ايه، بصراحة كسلت، يعني كسلت بصراحة. قلت ايه، انا هضربها في الخلاط. بس جارتي بقى قالت لي على فكرة حلوة قوي وانا جربتها. وانتي بتضربيها في الخلاط حطي بس ايه، زي ما بنقول كده بق مية مش اكتر. والله العظيم هتطلع معاكي تحفة، ومش يعني مش هتتخيلي الخضار. انا بقى ما كدبتش خبر، وجبت الخلاط بتاعي، وهي خلاص يعني شفشفت، عارفين اللي هو حلو قوي كده. جبت الخلاط بتاعي وحطيت كمية الملوخية اللي عندي كلها، وزي ما جارتي قالت لي، لان انا يعني نفذت الطريقة دي قبل كده وحلوة جدا. هاخدها بقى على الخلاط، هوريكم بقى لما نحط لها بق الميه. يعني هتقولي لي في الخلاط الملوخيه ما بتمشيش، انا معاكي، يعني هي ما بتمشيش، بس مع شويه الميه الصغيرين دول هتمشي وتبقى زي الفل. وخضرها يعني انت مش هتصدقي خضرها، والله العظيم الميه بتديها خضار فوق الخضار. بصوا بقى، يعني انا حاطه في المج ده شويه ميه دول، بس شويه ميه بسيط جدا، وادور الخلاط بتاعي ولا في اي مشكله. بس ايه، زي ما انا بعمل كده، يعني تنزليها تحت بحيث ان مش تبقى يعني خفيفه كده وهشه، لا يعني عارفه نزليها تحت بايدك. بس هما شويه الميه البساط دول. تعالوا اوريكم بعد ما ضربت الملوخيه.
سمي الله كده. والله العظيم ولا مخرطه ولا اي حاجه. وبصي الخضار، بصي الجمال، بصي الخضار. وانا بحب الملوخيه وانا بقطفها مش تبقى ورق بس، يعني اخد ايه، اخد حته العود ده. نعدل لكم الصوره كده عشان تشوفوا الخضار. حلو جدا، ولا اسهل من كده. يلا بينا نروح نعمل شويه الملوخيه بتوعنا بقى. انا زي ما قلت لكم عندي شويه الشوربه الحلوين دول. كمان عملت في الطاسه دي شويه توم معتبرين على شويه زيت، على يعني حته زبده فرن كده، هتخليها معاكي ريحتها جميله قوي، وشويه الكزبره. وانا بحب بقى بما اني ما بحمصش اصلا التوابل، فانا بحب يعني بطحن التوابل من غير تحميص. فانا بحب احط الكزبره بقى ايه، تتشوح مع الزيت والتومه كده، تشم ريحتها، يعني تشم ريحتها في التشويح. جبت بقى حله. انا بعمل الملوخيه من على المشقلب يعني. الناس تحط يعني انت محضره الشوربه وتحطي فيها الملوخيه، لا انا بعمل من على المشقلب. انا بحط يعني احط الملوخيه هتشوفوا دلوقتي، وبعدين احط عليها الشوربه. ودي بقى طريقه ما تسقطش منك ابدا. لو انت ما بتعرفيش تعملي الملوخيه، اعملي زي طريقتي كده ما تسقطش ابدا. لو بالعكس يعني انا ما حطيتش كميه الملوخيه، والله لقيتها كتير يعني. لا احنا مش هناكل دي كلها، فلقيتها كتير. حطيت الملوخيه في الحله، وبعدين ضفت الشوربه زي ما انتم شايفين. بصوا الخضار، بصوا الجمال. يا خرابي، ده هتبقى اكله ايه، اكله عظيمه. هنقعد ناكل اللي بعد بكره. بس خلاص حطيت الكميه اللي تناسبني. انتي بتحبيها تقيله، بتحبيها خفيفه؟ احنا بنحبها شويه خفيفه. بصوا الخضار، بصوا الجمال. هحط بقى، بصوا الاحمر ده، وبصوا الريحه، شامين الريحه. بس كده، وناكل بالهنا والشفا. اتغدينا بقى، وزي ما قلت لكم نعمل شويه سلطه، نعمل بتنجان مقلي، نعمل فلفل. اللي لما يغضب على الاكل هياكل بواقي امبارح. احنا عاملين حسابنا على كل حاجه، عاملين حسابنا على كل حاجه. بصوا ان شاء الله خضار مفيش بعد كده. يلا ناكل. بعد بقى الغدا وقعدت شويه وايه، ولما الجو بقى حلو يعني ما اقدرش اطلع والجو حر، ما اقدرش اعمل الحاجات اللي انا بعملها دي والجو حر. بصراحه الهوا كان عندنا فظيع. كراتين مثلا اللي على بيت سيمبا طيرها الحمد لله. جت عندي هنا. كل حاجه يعني. ورق كتير بقى، ورق شجر كتير طاير. بص انا عامله في الركن ده حاجه حلوه قوي كده. يعني تسيبي حته انتي مش عاجباكي ليه، ظبطيها. يعني الحته دي حته مواسير كده، وعاملين حنفيه بره. عايزه اقول لك بقى، كل اللي بيعمل بيت جديد او بيأسس حاجه، لو عندك بيت اعملي لك حنفيه بره، هتساعدك كتير جدا. تروي حاجه، تزرعي حاجه ترويها، تغسلي حاجه بره، مش عايزه تكركبي الدنيا جوه. فانا فعلا عملت كده، وجبت المجرور بتاعي الحلو ده، وهنغسل بقى الايه، الحافظه دي. قلت ايه، لا محتاجه بانيو ولا محتاجه دعك وغلبه، ومش محتاجه بانيو. وانا ليه احطها في البانيو وبعدين بعد ما اغسلها اغسل البانيو؟ لا. تعالي بصي، تعالي خديها كده من قصرها واطلعي بيها في الحته الحلوه دي. وعندك بلاعه يا شاطره كده، افتحيها ويعني وادلقي الميه فيها. في احلى من كده؟ بفكر حاجات ما تتعبنيش. بصوا انا حطيتها بشويه اريال كده، عارفين اللي هو تتنقع بس فترة، وهعمل شوية حاجات كده يعني على بال ما تتنقع الفترة دي. هكون انا عملت شوية حاجات. كون انا رويت الزرع يعني في ايام الحر ده عايز يشرب كل يوم. لو اكتر حاجة يوم ويوم، والله بيدبل برضو في الحر الفظيع ده. فانا ببقى حريصة جدا انه ما يدبلش. ده نعناع يعني، هنا قصريتين نعناع وفي الناحية التانية قصريتين. حلوين جدا. زرعي نعناع، زرعي اي حاجه، زرعي روزميري، زرعي زعتر. وهنا برضو شجره برضو رويتها. بقول لكم بعمل حاجات كده على بال ايه، على بال ما اسيب يعني الحافظه شويه في الميه بالاريال. بس كده انا خلاص. بصوا بقى، يعني انا بدلق الميه دي تروح على، زي ما قلت لكم بتروح على البلاعه، ما تقلقوش خالص. كل حاجه تحت السيطره. هشيل بس الكرتونه دي اطلعها على الباسكت اللي بره، لانها بصراحه اتهرت كده وطارت من فوق بيت سيمبا زي ما قلت لكم. فما بقتش يعني، ما مش هحطها تاني بقى، لانها بصراحه اتهرت يعني. ابقى اشوف له بقى حاجه مثلا لسطح بيته، او اليومين دول حر فما فيش يعني هو ما بيدخلش البيت اصلا غير قليل، لما يجي حد مثلا يخبط فنحبسه. فهو مش محتاجها اصلا يعني، وهي طارت. الحمد لله. هنا بقى يعني قعدت اشطف كذا مره كده
الحافظة. بصوا الحافظة خفيفة، مش محتاجة مني مجهود، وشطفت كذا مرة وادلق المية تروح على البلاعة والامور طيبة جدا، ورويت بالمرة وانا واقفة كده الصبارة دي. يعني حاجات كده عملتها ايه، استغليت الوقت بصراحة. النهارده كان روتيننا يعني سهل كده وبسيط ولذيذ. تاخدي مني نشاط، ما تقعديش زي ما قلت لك في الاول، اللي قعدوا وما خدوش حاجه. بصوا يا رب يدينا الصحه ونعمل في بيوتنا، و بس يدينا الصحة يعني ونقدر نقف على رجلينا ونعمل، والله ما هنقول لأ، وهنبقى مبسوطين جدا، وربنا يكلل تعبنا ده بانه يبارك في ولادنا ويبارك في حياتنا وفي عيشتنا، ونكون راضيين بأقل حاجة. اللهم امين. الرضا ده حاجة مهمة جدا. لو انت قاعدة في عشة، لو انت قاعدة في قصر وراضية، انتوا الاتنين زي بعض. كلنا يعني الرضا بيخلينا كلنا والله العظيم واحد. الحمد لله، الحمد لله على النعم، والحمد لله على الرضا. وبكده بقى يكون فيديو النهاردة خلص. ان شاء الله تستنوني فيديوهات تانية تعجبكم بإذن الله وتكون خفيفة على قلبكم كده. وما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو تعملي اشتراك عشان عائلتنا تكبر ونبقى اكبر واكبر ان شاء الله. وتتابعوني ان شاء الله في فيديوهات جاية بإذن الله. اشوفكم على خير. مع السلامة.